يا جماعه هما لسه صاحيين، حضرنا الحاجات. ده الكوكي، ودي العبايه بتاعت احمد والبرفيوم بتاعهم. يلا قومي فوقي احمد. احمد يا احمد قوم يلا عشان تروحي الحضانه. جماعه احمد اول مره يروح الحضانه في حياته، هو ما راحش قبل كده. سيبي العبايه بتاعت اخوكي عشان انت بنت هتلبسي الاسدال بتاعك اهو. يلا طيب قومي يلا البسي اهو. يا جماعه انا لبسته دلوقتي ترنج. هو طبعا ضايع، بصوا بيعمل ازاي. لبسته ترنج عشان الجو اصلا حر، فالعبايه تبقى تقيل عليه. ودلوقتي هلبسه العبايه، ولسه طبعا كوكي بصوا بلت شعرها ومبهدله الدنيا ميه. يلا تعالى البس. يلا يا احمد. ايه الجمال ده والعسل ده؟ انت عسل. لف وشك كده يا احمد. لا تعالى هات ايدك. ايوه اقف كده في وشك للنور عشان اصور الجمال والعسل. يلا يا كوكي بقى البسي. تهي السلوبيتا. يلا يا كوكي عشان تلبسي الاسدال الجميل. رحت لها اهو شعرها. لف وريني شعرها خفيف قوي بجد. يلا تعالي بقى الف لك الطرحه. مكسوفه ياك بس تروحي ما تجننيش المدرسين. اهو يا جماعه جهزوا. فاضل بس هنحط البرفيوم. يلا اهم حاجه دماغه عشان احمد بيحب يحط على دماغه، وكوكي كمان. يلا 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 عشان ننزل يا حلوين. حطيت لك. يلا قول باي. باي قولي باي. اعمل باي. باي عسل. تعالي يلا يا كوكو يا مكة. يلا. ايه القمر والجمال والعسل ده يا اختي؟ وريني وشك العسولة. يلا بصي يا احمد بقى تخلي بالك منه بجد. هتخلي بالك منه، ده اول مرة يروح حضانات. متأكدة؟ ماشي. يلا يا احمد. يلا امشي. هتخلي بالك منه. متأكدة؟ واثقة يعني؟ يا احمد هتقعد مؤدب؟ طيب. ولا ايه؟ الحضانة حلوة؟ مش سامعة. حبيتها؟